أول فلوج في سفرية سويسرا، ودي كانت أحلى سفرية سافرتها الفترة الأخيرة. فيلا نبدأ مع بعض. وصلنا انترلاكن الساعة 8 الصبح، ودي المدينة أو البلدة اللي احنا هنبات فيها ال3 أيام الجايين، ومنها هنتحرك على كل الأماكن الحلوة اللي انتوا هتشوفوها في الفيديوهات الجاية. ومعنى كلمة انترلاكن ما بين بحيرتين، وهي فعلا ما بين بحيرة برينز وتون، وموجودة في جبال الألب السويسرية. وكنا حاجزين غرفة ب 170 فرنك. المشكلة ان ميعاد التشيك ان في سويسرا بيبدأ الساعة 3 العصر، واحنا واصلين 8 الصبح، والراجل صاحب الأوضة كتر خيره خلانا نعمل تشيك ان الساعة 1 الظهر. لو هتوصلوا بدري سيبوا شنطكم في اللاجج ستورج اللي موجودة في المحطة. كنا تعبانين جدا فنمنا 3 ساعات وصحينا الساعة 4. لبسنا الجاكيت عشان كان في مطرة اليوم ده. يلا بينا. وبدأنا جولتنا. اتمشينا شوية وشوفنا كمية مناظر خطيرة، بس طبعا ما تجيش حاجة جنب المناظر اللي شفناها اليوم اللي بعده. وزي ما انتوا عارفين ان اول يوم ده بيكون كده استكشاف للمدينة اللي انتوا فيها، وتعرف اسعار كل حاجة حواليك، وكمان عشان تخطط لليوم اللي بعده. انها تمطر، اي حد يجي سويسرا لازم يبقى معاه جاكيت مطر. طبعا لبس الهايكنج كله بنطلون بس انا نسيت البنطلون بقى، فنبقى نجيب بكره بقى. لقينا بصراحة اسعار المطاعم غالية شوية، يعني ارخص حاجة لقيناها كان سندوتش شاورما ب 15 فرنك. فاحنا ماشيين كده اكتشفنا سوبر ماركت اسمه كوب. لو عايز توفر بقى وانت في انترلاكن او في سويسرا عامة لازم تيجي السوبر ماركت وتشتري بقى في حاجات جاهزة ممكن تاكلوا منها. بصوا، نص فرخة ب6 فرنك ونص، ممكن تجيب سلطة ب5 فرنك، وممكن تجيب بصوا حاجات زي كاريتزوني 3 فرنك 100. بصوا يا جماعة الطفطف ده في كاريتا. عملة سويسرا هي فرنك سويسري مش اليورو، بس في ميزة ان انت لو مش معاك فرنك وعايز تدفع باليورو تقدر تعمل كده، وهيدوك الباقي فرنك. قعدنا نتمشى شوية في اتجاه بحيرة تون، واحنا في الطريق لقينا مزارع حلوة جدا، ولقينا البقر السويسري اللي كان نفسنا نشوفه ونتصور معاه. وبكده يكون اول فلوج لسويسرا خلص. انا عمار الحمصاني، ما تنسوش تعملوا لي فولو وتتابعوني عشان تشوفوا الفلوجات الجاية وكل فيديوهات سويسرا.